السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا محمد ودي قناتكم تيك اكسبلور. في البدايه عايزكم تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا حابب اشكركم جدا على الدعم اللي انتم بتقدموه لي. الحمد لله القناه عندنا ماشيه بمعدل كويس جدا، وحقيقي انا بحب جدا اسمع لكل تعليقاتكم واقتراحاتكم وارد عليها، لان ده بيساعدني في ان انا اطور المحتوى بتاعي. عشان ما نطولش في البدايه، يلا نخش على محتوى فيديو النهارده. بالنسبه لفيديو النهارده ففيكم ناس كتير سالتني عن الشاشات، ان الناس عايزه تجيب شاشه كويسه بسعر كويس. انا في الغالب دايما لما بكون هتكلم في موضوع جديد في القناه بحاول دايما ابتدي بالحاجه الاقتصاديه، الحاجه الرخيصه اللي لو حد حابب يشتريها مش هيتعور فيها جامد من الاخر، او مش هيحتاج يدفع مبلغ كبير عشان يجيب حاجه كويسه يستخدمها. عشان كده كنت مقرر ان شاء الله رينج الشاشه اللي هتكلم عنها النهارده ما يزيدش عن ال 5000 جنيه. بالعكس، ده لو في امكانيه ان هو يقل عن ال 5000 جنيه هتكون حاجه احسن بكتير. وكان واقع اختياري على 5 شاشات. بالنسبه للشاشه الاولى فهي كانت الام اس اي البرو الام بي 225 واختها الكبيره ال 251. كانت بتقدم قيمه كويسه وكانت بتقدم سعر كويس، ولكن استبعدتها نظرا لحاجه مهمه، ان الشاشه دي ما عادتش متوفره بشكل كبير. هو كل تاجر عنده كام حته منها وخلاص، يعني الموضوع بيتلم على كده. في نفس الوقت الصغيره منها كان سعرها جميل جدا جدا جدا، ده لو لقيتها، والكبيره كان سعرها قريب من بقيه الشاشات، فاستبعدتها لما قارنتها ببقيه الشاشات. تاني شاشه كانت الاي او سي ال 24 بي 20 جي اتش 2. كانت شاشه كويسه وسعرها كويس، والاهم من كده اتاكدت ان توفرها كويس في كذا مكان. الشاشه الثالثه كانت الفيو سونيك الفي اي 24 32 داش اتش. كانت برضه شاشه كويسه والتوفر بتاعها كان كويس. بالنسبه للشاشه الرابعه فكانت السامسونج ال سي 24 اف 390 اف اتش ام اكس زد ان. مش عارف ايه الاسم ده كله. المهم الشاشه دي انا استبعدتها في اول المقارنه خالص، لان ببساطه الشاشه دي كانت 60 هرتز والبانل بتاعتها كانت في اي، فبالنسبه لي السعر ده ما كانش منطقي. بالنسبه بقى للشاشه الخامسه والاخيره كانت الاسوس الفي اي 24 اي اتش اف. كانت برضو شاشه اي بي اس وكانت 24 بوصه وكانت 100 هرتز. دي ببساطه الشاشات اللي انا لقيتها تحت رينج ال 5000 جنيه اللي كنت هدخلها المقارنه، عشان في الاخر اختار واحده منهم اجيبها واعمل مراجعه عنها ان شاء الله. الخمس شاشات كانت الاسعار ما بينهم متفاوته جدا، الفرق بيتكلم في 100 150 200 ماكسيمم كان 300 جنيه. دي كانت احسن الاسعار، لان طبعا دورت على الاسعار في اكتر من مكان. لكن بالنسبه لاول شاشه اللي هي كانت الام اس اي الصغيره والكبيره فانا استبعدتها نظرا لقله توفرها. هي موجوده، انا لقيتها قدامي فعلا وكان ممكن اشتريها، لكن مش موجوده في كل مكان وخلاص كميتها بتخلص. يعني انا في تاجر سالت عنده تقريبا كان فاضل عنده اتنين منها، وواحده كمان بس كبيره. اما بقى بالنسبه للفيوسونيك فانا استبعدتها لان الان تي اس سي بتاعها كان 75% بس، وانا كان عندي اختيارات احسن في الحقيقه، هقول لك على الاختيار دلوقتي. اما بقى بالنسبه للاسوس فانا بكل بساطه استبعدتها بسبب سعرها. اما بقى بالنسبه للاسوس فانا استبعدتها بسبب سعرها، لان سعرها كان اغلى من الشاشه اللي انا اخترتها، وهي والشاشه اللي انا اخترتها بيقدموا نفس القيمه، بيقدموا نفس الامكانيات، بيقدموا كل حاجه هي بالظبط، نفس البانل بس السعر مختلف. فطبعا انت اكيد دلوقتي عرفت ان انا اخترت الاي او سي، واخترت الاي او سي بكل بساطه لانها كانت ارخص من شاشه الاسوس، وكانت الان تي اس سي بتاعها 90% والاس ار جي بي بتاعها كان 100%. فبكل بساطه عايزكم ترحبوا معايا النهارده بنجمه الحلقه الاي او سي.
فتحت الشاشه وابتديت اعمل عليها الاختبارات الابتدائيه اللي بعملها على اي شاشه، ابتديت اشوف ايه الاوضاع اللي موجوده في الشاشه، والحقيقه لقيت في الشاشه دي اوضاع كتير، زي مثلا وضع الجيم، او وضع ان انت عايز تتفرج على فيلم، عايز تقرا دوكيومنت، فيها وضع ابيض واسود مش عارف ايه الاستفاده منه بصراحه، بس هو موجود. طبعا عدلت الفريمات اللي في الشاشه، خليت الشاشه تشتغل على 100 فريم، وظهرت عدد الفريمات على الشاشه، وكنت مشغل طبعا جنبها الشاشه الاساسيه بتاعتي. انا كنت بعمل الاختبارات على الشاشتين في نفس الوقت عشان احاول ابتدي افهم ايه الفروق ما بينهم. طبعا انتم مش عارفين الشاشه الاساسيه بتاعتي دي انهي شاشه، في كل هيبقى عارفها وفي كل مش عارفها، ولكن صدقني انا لما راجع لك ان شاء الله الشاشه الرئيسيه بتاعتي انا في الفيديو اللي جاي باذن الله او اللي بعد بيه كتير، هتعرف قد ايه فرق الشاشه اللي انا جبتها من الشاشه بتاعتي، برغم ان الشاشه بتاعتي تقريبا بضعف ثمن الشاشه دي. بعد ما خلصت الاختبارات الابتدائيه لقيت الجوستنج اللي في الشاشه كان قليل، الشاشه ما بتسربش الوان، حتى الجوستنج اللي فيها كان قليل. وبعد كده ابتديت اجرب شويه العاب عشان ابتدي اشوف الفرق ما بينها وما بين الشاشه الاساسيه بتاعتي انا، بس فعلا انا لقيت فرق، في فرق في الالوان جميل جدا ما بين الشاشتين، كل شاشه فيهم بتتميز بحاجه لوحدها، عشان كده كل شاشه فيهم لها سعر لوحدها، وكل شاشه لها حجم لوحدها. ولكن طبعا اللي يهمك ان الوان الشاشه، عشان البانل بتاعتها اي بي اس، الوان الشاشه جميله جدا. سامحوني عشان انا بصور بكاميرا التليفون، فالالوان مش هتظهر لك على الشاشه قد كده، لكن فعلا على الحقيقه لما حطيت الشاشتين جنب بعض لا في فرق في الالوان، وزي ما انا قلت لك كل شاشه منهم بتتميز في حاجه. بالمناسبه يا جماعه في الشاشه دي انا لقيت حاجه جميله قوي يعني ممكن تحسب غش في الالعاب حتى احيانا، ان فيها دايل بوينت. دايل بوينت دي عباره عن مستطيل بيظهر لك في نص الشاشه كده، في لعبه مثلا زي بابجي او الالعاب الاف بي اس عموما، ممكن تستخدمها اساسا كحاجه شبه الهاك كده، قريبه من الهاك شويه، وهي ان انت تبقى عارف دايما الشاشه باصه انهي ناحيه، او الكاميرا بتاعتك باصه فين بالظبط، وسيبك من الريكول بتاع السلاح والكلام ده كله، انت عارف ان السلاح هيرجع في المكان ده تاني. وانا بجرب الالعاب جت في دماغي ان انا اجرب لعبه هورايزن فوربيدن ويست، لان اللعبه دي معروفه جدا بجمال الالوان فيها في الطبيعه بالذات بره، مالناش دعوه بالاجندات اللي فيها يا جماعه دلوقتي. فالمهم ان اللعبه دي معروفه بالالوان الجميله جدا اللي فيها، فقلت ليه ما اشغلهاش واخليها نيتف خالص، من غير دي ال اس اس، من غير فريم جنريشن، من غير اي حاجه خالص، عشان اشوف الصوره النيتف العاديه جدا اللي ما فيهاش اي تدخل من الذكاء الاصطناعي، وابتدي احول ما بين الشاشتين عشان ابتدي اشوف ايه الفرق ما بين الالوان. ولكن لا، فعلا الشاشه دي على سعرها مديها تجربه محترمه جدا جدا جدا. انا شبه مش حاسس بفرق غير في فرق الدقه بس، كون ان الشاشه دي فول اتش دي والشاشه الثانيه دي اعلى منها شويه. انا عايز اقول لك ان الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده انا جربت اشتغل في المونتاج بتاعه على الشاشه دي عشان احس بفرق الالوان. حقيقي الشاشه الاساسيه بتاعتي مش مزعلاني في حاجه ومدياني مميزات اكتر بكتير طبعا، ولكن فعلا الشاشه دي على قد سعرها كانت مدياني الوان جميله جدا ومدياني اداء كويس جدا. في الاخر تعال نراجع مع بعضينا، الشاشه دي هتدينا ايه وهتاخد مننا كام في المقابل. الشاشه دي هتدينا فول اتش دي 100 هرتز، زمن استجابه 1 مللي ثانيه، هتدينا شكل جميل جدا، هتدينا اي بي اس بانل. في الاخر بقى الشاشه دي هتاخد مننا كام؟ الشاشه دي سعرها بيتراوح ما بين ال 4890 جنيه لحد ال 4700 جنيه، طبعا باختلاف المحل او باختلاف مثلا هتشتريها من امازون او من نون او ايا كان هتشتريها منين. الحقيقه انا جبت لكم على الشاشه دي عرض جميل جدا جدا جدا، وللعلم بس الشاشه دي انا دافع ثمنها بالكامل، انا ما خدتهاش من حد، الفاتوره بتاعتها معايا وكلها باسمي، ولكن الحقيقه الناس اللي ادوها لي كانوا ناس محترمين جدا. الشاشه دي موجوده عند كومبيو مارتس ب 4650، واي حد هيروح يقول لهم انا جاي من طرف تيك اكسبلورر هياخد الشاشه دي ب 4500 جنيه، وبكده تكون دي ارخص شاشه محترمه موجوده في مصر. اتشرفت جدا بان انتوا سمعتوا الحلقه بتاعتي، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم واتبسطتوا بيها. مستني رايكم في الكومنتات، مستني اقتراحاتكم لاي حد نفسه في حاجه او دماغه فيها حاجه او عنده اي سؤال محيره، وما تنسوش تتابعوني على اكونت الفيسبوك بتاعي، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. في نهايه الفيديو ما ننساش نصلي على النبي، والسلام عليكم.